السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة كريستال أم كريم، وأهلا بالمتابعين الجداد معايا في القناة. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا شنطة العيد. طبعا احنا هننزل أكتر من موديل، مش شنطة واحدة أو اتنين. طبعا غير على القناة في أكتر من 70 موديل. لو دخلتي على قائمة التشغيل هتلاقي عندك كورس تعليم الشنط الخرز. هتلاقي أكتر من موديل للكبار وللأطفال. طيب شنطة النهاردة هتنفع للأطفال وتنفع للأنسات طبعا أو البنات. طيب هنستخدم فيها ايه؟ هنستخدم فيها خرز سداسي مقاس 10 اللي هو المربع، وهنستخدم خيط سنورة مقاس 70 او 60، وهنستخدم 2 جنش مقاس صغير، وهنستخدم المقص والبنز. بس قبل ما نبتدي الورشة يا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل أو أول عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد، ولايك كده حلو بإيدك وكومنت أحلى بعد ما تسمع الورشة. قولي رأيك إيه في ورشتنا النهاردة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنلضم 6 خرزات. يبقى أول حاجة لضمنا 6 خرزات. تمام. بخلي الخرز في وسط الخيط. تمام. وبساوي طرفين الخيط ببعض كده. الخرز قسم لي الخيط لطرفين، طرف يمين وطرف شمال. الطرف اليمين هرجع في نفس الخرزة اللي في الطرف اليمين من فوق لتحت، كأنك بتطلع بالخيط من الخرزة كده. برجع كده فيها من فوق لتحت. تمام. يبقى ضمنا 6 خرزات وبخلي الخرز في وسط الخيط وبساوي طرفين الخيط ببعض. برجع بطرف الخيط في الخرزة اللي في الطرف اليمين من فوق لتحت. لو رجعنا للاخر كده كأن الخيط هيطلع معاكي منين؟ من الخرزة. انا مش عايزه ارجع للاخر، انا عايزه تكون معايا حلقة. الحلقة دي امسك الطرف الشمال وادخل في الحلقة كده واشد. هيتكون معايا شايفين عقدة اهي. العقدة دي انا ايدي اليمين هي بتسحب وبدخلها جوه قلب الخرزه. عندك هنا شايفين لا باينه عقده من اليمين ولا باينه من الشمال. اتكونت معايا غرزه سداسيه. سداسيه يعني مكونه من 6 خرزات. الست خرزات دي كل خرزه هشتغل عليها سداسي على واحد. الخيط طالع معايا من خرزه، احط عليها كام عشان يبقوا 6؟ احط عليها 5. 5 ودي خرزه في الخيط يبقى 6. يبقى انا هاجي هلضم 5 خرزات. اول غرزه هحط عليها 5 خرزات. لضمت 5 خرزات اول غرزه لان الخيط طالع معايا من خرزه. تمام. هسيب 4 خرزات وبرجع في اخر خرزه عشان اعمل بيها الحلقه. انزل كده اعمل الحلقه كده بالشكل ده. امسك الحلقه في ايدي واسحبها لتحت. ما تلولويش الخيط على ايدك كده عشان ما يتكسرش الخيط او يتلولو معاكي. تمام. وبدخل الحلقه دي في ايدي كده امسكها واجيب الطرف الشمال، الطرف اللي من جوه، ادخل جوه الحلقه عشان اقفل على اول غرزه كده بالشكل ده. كده عملنا اول غرزة سداسية على اول خرزة. انا همشي على كل خرزة، اول خرزة من ال6 دول هنمشي على كل خرزة. طيب عندي الخيط طالع معايا من هنا من الخرزة دي، خيط كده من فوق وخيط جاي من ناحية الخرز اللي ال6 اللي تحت. هاجي الخيط هدخل في الخرزة التانية دي في تاني خرزة. تمام. احنا قلنا هنمشي على ال6 خرزات. ادخل في الخرزة التانية. خلي بالكم الخيط طالع معايا من الخرزة من الغرزة اللي احنا عملناها على اول خرزة. الخيط طالع من خرزة والخيط اللي تحت هدخل في الخرزة التانية من ال6. ماشي كده. كده الخيط معدي معايا من كام خرزة؟ معدي معايا من خرزتين. خرزة من الغرزة اللي عملناها اول غرزة على اول خرزة، والخرزة التانية اللي احنا دخلنا فيها من ال6 يبقى خرزتين. 2 من 6 يبقى احط كام؟ هحط 4 خرزات. احطهم فين؟ في طرف الخيط اللي فوق. طرف الخيط اللي من تحت ده همشي بيه في كل خرزة. همشي بيه في كل خرزة من ال6. انا عندي هما ال6 هم. اول خرزة عملنا عليهم اول 6، دخلنا بالخيط تحت في تاني خرزة، والخيط طالع من خرزة يبقى الخيط مع طالع من خرزتين. 2 من 6 يبقى احط كام؟ 4. ال4 احطهم فين؟ احطهم في الطرف اللي من فوق. الطرف اللي من فوق احط 4 خرزات. حطيت 4 حطيت 4 خرزات. تاني غرزة. تمام. بسيب 3. اي عدد بملاه خرز بسيبهم وارجع في اخر خرزة. تمام. بنرجع في اخر خرزة. رجعنا في الخرزة الرابعة كده عملنا الحلقة، اسحبها لتحت كده وبملكة شغلي واجي بالطرف اللي تحت ادخل في الحلقة واشد كده العقدة الاول كويس، وبعد كده بدخلها جوه الخرزة.
تمام كده احنا اشتغلنا على ايه؟ ادي خرزة 2 من ال6. تمام. الخيط هطلع من الخرزة دي تانية، اجي ادخل بالخيط اللي تحت في الخرزة رقم 3. احنا قلنا هنشتغل على ال6 خرزات، هدخل في الخرزة رقم 3. تمام كده. الخيط برضو معدي معايا من 2، هاجي في الطرف اللي فوق واحط كام؟ 4، ومعايا 2 ادي ال6. حطينا ايه؟ 4. بسيب ال3 وبرجع في الخرزة الرابعة اعمل الحلقة بتاعتي كده، اسحبها واجيب الطرف التاني ادخل فين؟ في الحلقة. شنطتنا النهاردة سهلة جدا وخفيفة كده. تمام. يبقى عملنا كام غرزة؟ 1 2 3. ماشي. الخيط اللي تحت اهو، الخيط طلعها من الخرزة اللي احنا عملناها، الغرزة اللي عملناها التالتة. الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة الرابعة كده بالشكل ده. تمام. خيط معدي من 2 من 6. الطرف اللي فوق احط 4. بسيب ايه؟ نسيب ال3 ونرجع في الخرزة الرابعة نعمل الحلقة كده. تمام. واسحب واجيب الطرف اللي تحت ادخل في الحلقة كده، شد كده. عملنا كام غرزة من ال6؟ عملنا 1 2 3 4. الخرزة الخامسة الخيط اللي تحت، الخيط هطلعها من هنا، الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة الخامسة من ال6 اللي ايه؟ اللي ضمناهم الاول خالص. تمام كده. حلو كده. واجي في الخيط اللي من فوق واحط ايه؟ 4. بسيب ال3 وارجع في الرابعة اعمل الحلقة، اسحبها كده واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة واشد. تمام كده. تمام. شايفين المنظر عامل زي الوردة معايا. طيب اخر خرزة معايا، احنا اشتغلنا كده على اول خرزة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة. اخر خرزة السادسة دي. تمام. السادسة اخر خرزة هدخل فيها وهطلع في اول خرزة من اول غرزة ايه؟ عملناها. تمام. يبقى اخر خرزة بدخل في خرزتين، بدخل في اخر خرزة من ال6، بدخل في اخر خرزة من ال6 كده. تمام. وبطلع في اول خرزة من اول غرزة عملناها اللي هي في الجنب دي من تحت كده. شايفين كده؟ يبقى الخيط معدي معايا بقى في كام خرزة؟ الخيط كان طالع من الخرزة دي، الخرزة الخامسة اللي احنا دخلنا فيها، الخيط كان طالع من الخرزة دي اللي بالطول. جينا دخلنا بالخيط اللي تحت في الخرزة رقم 6 ودخلنا في الخرزة من اول غرزة عملناها. يبقى الخيط معدي من 1 2 3 من 6. يبقى احط كام؟ هنحط 3. تمام. احط 3 خرزات. تلاتة. اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت اعمل الحلقة، اسحب كده، اجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة واشد. ادي كده كمل معايا السطر. اشتغلنا على ال6 خرزات، خرزة 2 3 4 5 6. ادي ال6. طيب خلي بالكم معايا، هنشتغل السطر التاني. السطر التاني خلي بالكم في عندي هنا خرزتين تحتيهم خرزة، وعندي خرزة مفيش تحتيها حاجة، بعد كده خرزتين تحتيهم خرزة، وبعد كده خرزة مفيش تحتيها حاجة، خرزتين تحتيهم خرزة، وبعد كده خرزة مفيش تحتيها حاجة. هنشتغل السطر التاني سداسي على 2 خماسي على 1. طب يعني ايه سداسي على 2؟ خدناه كله ده قبل كده، بس بنشرح كل مرة كأول فيديو نشتغل على القناة. طيب انا الخيط طالع معايا من خرزة واحدة بس دي. تمام. الخيط اللي من ناحية الخرزة اللي من تحت دي اروح اطلع في الخرزة اللي جنبيها كده. شايفين كيف؟ اهو كده كده اهو. تمام. يبقى كده عندي الخيط كان طالع من الخرزة دي بداية السطر، اول غرزة في السطر التاني طالع من الخرزة دي، دخلت في الخرزة التانية اللي تحتيهم خرزة عاملين زي شكل حرف الواي، حرف الواي كده. تمام. حرف الواي. ماشي. طيب الخرزتين دول عايزة اكملهم 6.
انا معايا 2، 2 من 6 احط كام؟ احط، اشوف الطرف الاطول معايا دوت. ماشي، عندي هنا 2 من 6 احط كام؟ احط 4 خرزات عشان اكملهم 6. دي اول غرزة. حطينا 4 خرزات. ماشي، عشان مفيش جنبيها غرزة، الخيط طالع من الخرزتين بس. اسيب ال3 وارجع في الخرز الرابع اعمل الحلقة. دي اول غرزة في السطر ايه؟ التاني. اول غرزة سداسي على 2. تمام. هيجي بعد كده الخيط طالع معايا من الخرزة اللي هي دي، من اول غرزة عملناها. ماشي، الخيط طالع معايا من الخرزة من اول غرزة عملناها. اجي ادخل بالخيط اللي تحت، دايما خدوها قاعدة، الخيط اللي تحت بمشي بيه في بمشي بيه في الخرز، والخيط اللي فوق هو اللي بنلضم فيه الخرز الجديد. طيب الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة اللي هي مفيش تحتيها حاجة، ادخل في خرزة واحدة، والخيط طالع معايا من خرزة من الغرزة اللي قبليها. ماشي، وادخل في خرزة اللي مفيش تحتيها حاجة. يبقى الخيط معدي معايا من كام خرزة؟ 1 2. طب احنا قلنا هنشتغل خماسي على 1. الخرزتين اللي تحتهم خرزة هنكملهم 6، والخرزة اللي مفيش تحتيها حاجة هنشتغل خماسي على 1 يعني نكملهم 5. الخيط معدي معايا من 2، 2 من 5 يبقى احط كام؟ 3. اجي في الطرف اللي فوق هو اللي بنلضم فيه الخرز الجديد واحط 3 خرزات. 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت كده بالشكل ده. احنا اشتغلنا الشنطة الدائرية قبل كده بس كنا عاملينها اكبر من كده. تمام. يجي بقى الخيط هطلع من الخرزة دي، يبقى احنا عملنا السداسي، سداسي على 2 كملناهم 6 بس طالعين من خرزتين. خماسي على 1 كملناهم 5 خرزات بس طلع من خرزة واحدة. خماسي على 1 على خرزة واحدة. فهمتوا ازاي؟ دي الخيط طلع معايا من الخرزه الخماسيه اللي قبليها. هدخل بقى الدور على ايه؟ على الخرزتين اللي تحتيهم ايه؟ خرزه. يبقى هدخل بالخيط اللي تحت هو اللي بنمشي بيه في الخرز. هدخل في ايه؟ هدخل في خرزه واحده ولا 2؟ هندخل في الخرزتين اللي تحتيهم خرزه. تمام. طب دخلنا في الخرزتين اللي تحتيهم خرزة والخيط طالع من الخرزة من الغرزة الخماسية اللي قبليها، يبقى الخيط معدي معايا بكام؟ 1 2 3. 3 من 6 لأن احنا قلنا سداسي على 2 يبقى نحط 3. نيجي فوق ونحط 3. أسيب 2 وأرجع في التالتة من فوق لتحت أعمل الحلقة كده، وأجيب الطرف التاني أدخل في الحلقة وأشد بالشكل ده كده. الخيط اللي تحت الدور على ايه بقى؟ احنا عملنا سداسي، هي سداسية 6 خرزات على 2 على خرزتين. بعد كده دي خرزة مفيش تحتها حاجة يبقى دي هتبقى خماسية، دي ما تحتهاش حاجة هتبقى 5 خرزات. خماسي على 1 يبقى هدخل بالخيط اللي تحت في خرزة واحدة بس. هدخل في خرزة واحدة بس. والخيط طالع من الخرزة من الغرزة الثلاثية اللي قبليها يبقى 2. 2 من 5 خماسي على 1 داخلة في خرزة واحدة. خماسي على 1 يبقى احط كام؟ 2 من 5 يبقى احط 3 في الطرف اللي فوق واحط 3 خرزات. 3 اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت اعمل الحلقة. تمام كده. الدور على ايه؟ الدور على الاتنين اللي تحتيهم خرزة شكل الواي اهو. دي هتبقى ايه؟ سداسي على 2. الخيط اللي تحت هدخل على 2 يعني ادخل في 2، ادخل في خرزتين. سداسي على 2 ادخل في خرزتين واكملهم ايه؟ 6. طيب الخيط كان طالع من الخرزة اللي قبليها ودخلت في 2 3. 3 من 6 اجي في الطرف اللي فوق واحط 3. يبقى مرة ادخل في 2 واحط 3 ومرة ادخل في خرزة واحط برضو 3 لان مرة سداسي ومرة خماسي. اسيب 2 وارجع في التالتة اعمل الحلقة واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة كده واشد. تمام كده. يجي بعد كده
خماسي على واحد، سداسي على اتنين، خماسي على واحد، سداسي على اتنين، خماسي على واحد. خلاص عرفنا. يبقى هنا خماسي على واحد بكملهم خمسة، بدخل بالخيط اللي تحت في خرزة واحدة واكملهم خمسة، احط تلاتة. وهنا سداسي على اتنين، الخيط اللي تحت بدخل في اتنين واكملهم ستة. اخلص ماشي واجي عند اخر خرزة اعملها معاكم. كده انا خلصت سداسي على اتنين، خماسي على واحد، سداسي على اتنين، خماسي على واحد. تمام. السطر التالت، ودي اخر غرزة معايا. عندي هنا سداسية عشان تعرفوا روحك صح او غلط، وجنبيها واللي بعديها سداسية. هتبقى اخر غرزة معاكي خماسية. الخيط هدخل في خرزة واحدة اللي هي مفيش تحتيها ايه حاجة، وهطلع اخر غرزة. بنطلع في اول خرزة من اول غرزة عملناها عشان تبقى عارفة. بتدخلي في اخر خرزة، اخر غرزة، اخر خرزة اللي عليها الدور، وبطلع في اول خرزة من اول غرزة ايه عملناها سداسية. هي اول سداسية عملناها، بطلع في الخرزة اللي جنب دي كده. يبقى الخيط معدي معايا من كام خرزة؟ الخيط معدي معايا من 3 خرزات. الخيط كان طالع معايا من خرزة من الغرزة اللي قبل الأخيرة، ودخلت بالخيط اللي تحت في الخرزة الأخيرة، وطلعت في أول خرزة من أول غرزة عملناها. يبقى الخيط معدي معايا من 3 من 5، لأن دي خماسي على واحد اللي هي الخرزة الواحد اللي مفيش تحتيها حاجة. من 5 يبقى أحط 2. آخر غرزة هتحطي خرزتين بس. بنسيب خرزة ونرجع في التانية من فوق لتحت، نعمل حلقة كده ونسحب باخر غرزة خرزتين، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة، شد كده. خلص معايا السطر التاني. من اول واحدة سداسية، وبعد كده اشتغلنا سداسي على واحد السطر الاول على 6 خرزات، والسطر التاني سداسي على 2، خماسي على واحد. السطر اللي بعد كده هنشتغل رباعي على واحد. يعني ايه رباعي على واحد؟ الخيط طالع معايا من خرزة واحدة واكملهم 4. خلاص الخيط طالع معايا من خرزة واكملهم 4. معايا خرزة في الخيط احط عليها كام عشان يبقى 4؟ احط 3. اجي في الطرف اليمين او اي طرف هتبدأ بيه ماشي، نحط 3 خرزات. اول غرزة 3 عشان مفيش جنبيها غرزة، الخيط طلع من خرزة واحدة بس. واحدة من 4 نحط ايه 3. اسيب 2 وبنرجع دايما في اخر خرزة بنعمل ايه الحلقة بتاعتنا اللي بنقفل بيها على الغرزة. اسحبها كده واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة كده، وبشد العقدة الاول، وبعد كده بسحبها داخلها جوه الخرزة كده. شايفين؟ اسمها رباعي، غرزة رباعية مكونة من 4 خرزات. رباعي على واحد، داخلة في خرزة واحدة وكملتهم 4. الخيط اللي تحت، الخيط طلع معايا من خرزة من الغرزة الأولى، الخيط طلع معايا من خرزة بجمعها دي برضو، واجي الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة التانية اللي عليها الدور. الخيط اللي تحت بنمشي بيه في كل خرزة، ادخل في خرزة واحدة بس، لان انا بقول رباعي على واحد. على واحد يعني ادخل في خرزة واحدة بس. طيب والخيط كان طالع معايا من الخرزة اللي قبليها، يبقى الخيطين معدين في كام خرزة؟ معدين في 1 2. 2 من 4 هنحط الخرزتين فين؟ في الخيط اللي فوق. احط 2. 2 من 4 احط 2. 1 2. بنسيب خرزة ونرجع في التانية نعمل الحلقة كده، نسحب. هنمشي السطر كله رباعي على واحد. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة اشد العقدة، وبعد كده ادخل الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط ايه 2. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة اللي عليها الدور، نمشي كده داير ما يدور كده. تمام بالشكل ده. الخيط اللي فوق احط 2، اسيب خرزة وارجع في التانية من فوق لتحت، اعمل الحلقة واجيب الطرف التاني، اجيب الطرف امسك كده، اجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة، اشد العقدة الاول وبعد كده ادخلها جوه الخرزة،
بالشكل الجميل ده. اكمل بقى الخيط اللي تحت ادخل في خرزه، والخيط اللي فوق احط 2. الخيط اللي تحت ادخل في خرزه، والخيط اللي فوق احط 2. رباعي على واحد داير ما يدور، واجي عند اخر خرزه بندخل فيها، وبطلع في اول خرزه من الجنب، من اول غرزه عملناها دي اول غرزه، ودي التانية ودي التالتة كده. تمام. وبطلع في اول خرزه وبحط خرزه واحده بس، اجي اعمل معاكم اخر خرزه. يبقى هنمشي رباعي على واحد ادخل في خرزه، على واحد ادخل في خرزه واحده، وبكملهم 4، احط 2، اخلص السطر وارجع لكم. كده انا عملت اخر سطر معايا اللي هو رباع على واحد. نراجع بسرعة. عملنا 6 خرزات، لضمنا 6 خرزات اشتغلنا عليها. اول سطر سداسي على واحد، بعد كده اشتغلنا سداسي على 2، خماسي على واحد، سداسي على 2، خماسي على واحد، بعد كده اشتغلنا رباعي على واحد. خلاص. طيب عندي اخر خرزة في السطر هدخل فيها. طبعا قلنا رباعي على واحد، بدخل في خرزة واحدة بس، خرزة واحدة. وشايفين المنظر، انا لازم اقفل السطر بتاعي، فبدخل في اخر خرزة وبطلع في اول خرزة في الجنب عشان اقفل ايه الغرزة بتاعتي او اقفل السطر. هدخل في اخر خرزة، تمام، واطلع في اول خرزة من اول غرزة رباعية هي عملناها، تمام، الخرزة اللي هي في الجنب دي بالشكل ده. طب الخيط كده معدي معايا من كام خرزة؟ معدي معايا من 1 2 3 3 خرزات، 3 من 4، يبقى احط خرزة واحدة بس. تمام كده احنا خلصنا الجزء الاول. هنعمل جزء تاني نفس المقاس ونفس الحجم بالظبط. هنيجي بقى هنعمل سطر داير ما يدور، بس هنسيب في حدود كام غرزة، 5 غرز او 6، تمام، اللي هيبقى الفتحة بتاعت ايه الشنطة. فهنعمل جنب الشنطة هنعمل سطر رباعي واقف، رباعي على واحد، يعني ادخل في خرزة واحدة واكملهم 4. الخطة اللي معايا من خرزة واحدة اكملهم 4، احط عليها كام؟ احط عليها 3. حطينا 3 خرزات بس ب2، وارجع في التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقة كده، تمام. هيبقى سطر رباعي واقف. واقف يعني ايه؟ يعني هيبقى بالشكل ده كده، يبقى واقف معايا كده لفوق، ما تخلوش نايم كده. انا عايزاه واقف عشان ده يبقى الجنب بتاع الشنطة كده بالشكل ده، تمام. اجي عندي خيط تحت اهو وخيط فوق. الخيط اللي تحت بنمشي بيه ايه في الخرزة، ادخل في الخرزة التانية، والخيط طلع معايا من خرزة، يبقى الخيط كده معدي معايا من كام خرزة؟ معدي معايا من خرزتين. انا دخلت في خرزة رباعي على واحد، بدخل في خرزة واحدة بس، والخيط طلع من خرزة من الغرزة اللي قبليها، يبقى خرزتين من 4، يبقى اجي في الخيط اللي فوق واحط 2. هنمشي السطر كله. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط 2، اسيب خرزة وارجع في التانية، بعمل الحلقة كده، تمام، واجيب الطرف التاني بندخل في الحلقة واشد كده بالشكل ده، تمام. الخيط اللي تحت بندخل بيه في الخرز، ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط 2. اسيب خرزة وارجع في التانية من فوق لتحت، اعمل الحلقة كده بالشكل التحفة ده، تمام. هكمل باقي السطر. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط 2، اكمل. وهنسيب 6 أو 5 خرزات وارجع لكم. خلاص اخلص وارجع لكم. تمام كده انا لفيت سطر رباعي واقف داير ما يدور، وسبت كام خرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7. هسيب 7 خرزات. اخر غرزة معايا هعمل ايه؟ هاجي هدخل فيها بالخيط اللي تحت، تمام، وهاجي هحط الخرزتين في الخيط اللي تحت عشان الخيط يطلع معايا من فوق. خلاص. اخر خرزتين هحط اخر غرزة هحط الخرزتين في الخيط اللي من تحت عشان الخيط يطلع معايا من فوق، واقفل الوش التاني بسطر تاني على السطر اللي احنا عملناه، تمام. اهدي بالشكل ده. الخرزتين حطيناهم في الخيط اللي من تحت، واجيب الطرف اللي فوق ادخل في الحلقة واشد
كده. يبقى انا سبت كام خرزة؟ بدأنا ابدأ من اي خرزة ماشي من الدايرة. بدأنا مثلا من هنا، بدأنا من هنا ولفينا سطر رباعي واقف لغاية هنا، تمام. وسيبنا عدينا سيبنا كام خرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 خرزات انا شايفاها كده كويسة، تمام معايا بالشكل. هتبقى بالشكل ايه ده. هقفل الوش ده على السطر الرباعي واقف اللي احنا ايه عملناه. طيب الخيط طلع معايا من خرزة من فوقها كده، خيط من ناحية الخرز اللي احنا سبناه وخيط من ناحية الغرز اللي احنا اشتغلناها رباعي، تمام. هاجي في الخيط اللي من بره اللي من هنا وهحط ايه خرزة تشبيك العادي خلاص. واجي هنا ادخل في اي خرزة. بالنسبة لي دي دايرة، هدخل في اي خرزة، ادخل في اي خرزة كده، تمام كده، تمام كده. يبقى معايا بالشكل ده كده، تمام. الخيط كان طالع معايا من الخرزة دي، جيت في الخيط اللي من بره وحطيت خرزة ودخلت في الدايرة التانية في اي خرزة بدأت بيها، تمام. وهقفل بخرزة، واقفل بخرزة في اي طرف، احط خرزة ارجع فيها واعمل الحلقة بالشكل ده كده كده. شايفين بيجي سطر تاني. احنا عملنا اول سطر رباعي داير ما يدور وسيبنا 7 خرزات 7 غرز، تمام. وجينا بدأنا بنقفل بالسطر ايه التاني. بيجي عندي سطرين، هاجي الخيط اليمين هدخل في خرزة والخيط الشمال ادخل في خرزة وهقفل بخرزة كده. سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي ايه وقت. لما تعملي اكتر من موديل شنط اسعارها على قد الايد بالشكل ده، شنط صغيرة، احنا عاملين اكتر من موديل اسعاره على قد الايد، شنط كيوت صغيرة. والاطفال والبنات بتحب الشنط اللي هي الكيوتة الصغيرة دي. واحط خرزة واقفل كده بالشكل ده، تمام. هفضل بتلف الخيط اليمين اطلع في خرزة من السطر الرباعي اللي احنا عملناه في الجنب الاولاني كده، تمام. والخيط الشمال ادخل في خرزة من الوش التاني هنا وبقفل بخرزة في اي طرف. الطرف قلنا الاطول هو اللي بنقفل بيه ايه في خرزة. احط خرزة وارجع فيها بخيط اعمل الحلقة كده كده. اجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة واشد بالشكل ده كده، تمام. همشي داير ما يدور كده لغاية ما اجي عند اخر خرزة اللي احنا عملناها هنا عشان نسيب الفتحة اللي هي بتاعتنا دي لغاية اخر خرزة عندي هنا، تمام. هنلف كده داير ما يدور. الخيط اليمين ادخل في خرزة والخيط الشمال ادخل في خرزة واحط خرزة واقفل، تمام. امشي كده داير ما يدور واقفل هنا واربط الخيط بتاعي ونرجع نشوف اليد. حابين نعملها معدن، حابين نعملها خرز، براحتنا. نشوف هنعملها ايه ونرجع لكم نشوف الشكل النهائي ووزنها ايه. كده خلصت معايا التكفيل الجناب على سطرين. سطر عملناه رباعي الاول وبعد كده السطر التاني قفلنا بيه الوش التاني عليها بالشكل ده. انا عندي 2 جنش وعندي سلسلة، ركبت الجنش في السلسلة بالشكل ده وهاجي هنا بدخله بكل سهولة. طبعا اللون الذهبي بيبقى شيك على الاسود كده، تمام. ادي جنب ركب، بشوف عدلة الشنطة اليد وبركب الجنب التاني، بركب الجنب التاني، تمام. تمام كده كده ركبناها بالشكل التحفة ده. سهلة وبسيطة وما خدتش معاكي، ما تاخدش معاكي وقت. نشوف وزنها كام. وزنها كام؟ طبعا السلسلة نخليها بعيد ونوزن الخرز بس. 143 جرام، يعني مفيش اخف من كده. خفيفة وبسيطة وخاماتها بس. ده ممكن بدل اليد المعدن تعمليها يد خرز لو عندك ايه خرز
اعمليها يد خالص. شايفه ان هي اشيك باليد المعدن. وبكده تكون ورشتنا النهارده خلصت. اتمنى يكون موديل النهارده عجبكم ويكون خفيف وسهل عليكم. يا ريت الاول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل او اول عشان يوصلكم اشعار بكل فكره وبكل فيديو جديد ينزل على القناه. لايك وشير لو عجبك محتوى النهارده، ما تبخليش عليا باللايك، لايك وشير عشان اكبر عدد يستفيد. وانتظروا المزيد من الفيديوهات الجديده والحصريه على قناه كريستال ام كريم. واسالكم دعوه حلوه من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.